قصة معاناة موظف كان مدرس في إحدى القرى، فجأة انقطعت المرتبات. من أن يأكل جهاله، من أن يتصرف ما هوش داري، كان يصير يدرس ويرجع على البيت الدنيا تدهورت. قرر أنه ينطلق المدينة يشتغل ويسكن في المدينة هو وجهاله، من أجل أنه يتعايش معهم في المدينة. راح المدينة استأجر له بيت، وساري كان يبحث في حراج العمال على عمل، كان يشتغل ويعني يسبر أموره وكذا. ففجأة انقطع عليها العمل، البيت أصبح فاضي، ما بش فيه أي شيء، ما يأكل عياله، ولا الإيجارات متراكمة عليه، قد كان عليه 4 شهور. فجلس لا يوم، هذا اليوم المحزن، رقدوا أولاده وما يصابحوا، ما بش معاهم ذي يصابحوا ياكلوا الصباح. الرجال جلس طول الليل مهموم، ما قدر يرقد من كثر الحزن، وش يعمل لهم وش يفعل، لأنه في المدينة ما قدر يعيش شحد، وكان عايش طول عمره في الريف. جلس لا قدام الفجر، صحى زوجته قال لها ايش تعملي؟ انا اشتي يعني ايش يصابحوا عيالي يصبحوا، انا ما قدرت ارقد، مهموم، كيف عاد اعملهم، كيف عاد اسبرهم. قالت له انا ما عليك من هذا كلمه صبوح ما صبوح، انت تفكر تعين لك طلبه الله في حراج العمال، وان شاء الله يعني يدي الباري عمل، وما عليك من جهالي، انا عاد اصرف وعن عيش على الحاصل. صلى الفجر وانطلق وجلس لا مغرب، ما وجد شي عمل. تروح البيت، وصل استلقفوا اولاده في هانها الصدمه، استلقفوا اولاده ومفرحين، يابا ليش ما جيت اليوم، وين انت؟ قال انا بين ابحث عن عمل، ما جيت يا عيالي، لكن انتوا اصطبحتوا، انتوا تغديتوا. قالوا لا احنا اقنعتنا امي ان احنا نصوم، والصيام فيه اجر خيرات، والصيام يعني من اجل الله يدخلنا الجنه، واقنعتنا ان احنا نصوم اليوم، فاحنا صمنا واحنا فرحين اليوم. حزن الاب ودخل طوالي الى غرفته. اش يتعشوا، ما هوش داري، ما هوش عارف، ما بش باليد حيله. فجأة إلا يوم بيدق واحد الباب، قام الأب بيشوف من ذي بيدق قدام المغرب، إلا يوم وجد صاحب البيت بيقول له، قال شوف يدت لي الإجارة حق 4 أشهر، ولا خرجت الآن فضيت بيتي، مسموح بال4 أشهر، الله يفتح عليك. ما عاد قدرش يرد عليه ولا حاجة، مصدوم من جميع الجهات، لا قدر يأكل عياله ولا قدر وخلاص مصدوم، ما عاد لا قرح بالبكاء، انفجر، واولاده حواليه كان ايش فيك هذا، ايش الذي، وحتى صاحب البيت ما عاد قدرش انه يعمل اي حاجه، كان يقول له يا اخي ايش فيك، ايش الذي ليش بكيت، ليش؟ قال يا اخي قد ضاقت علي من جميع الجهات، بين اسير ابحث على عمل ما وجدت شيء، وانا كنت موظف وراتبي يكفيني انا واولادي، ما عاد قدرت باليد حيله. صاحب البيت ما عاد لا كان يحببه، يا اخي علي البيت بيعتبره بيتك، ايش اعمل وانا اعمل؟ قال والله ان العيالي ما قد اصطبحوا ولا قد تغدوا ولا قد عملوا اي حاجه، وانهم منتظرين للعشاء ما معي حتاريها ذي اكلهم. قال له صاحب البيت، قال انا مستعد. سار اداله بعدها مقاضي من والى، وقال له قال اعتبر البيت بيتك يا اخي، ولكن عايزين الله من كان السبب في معاناه جميع الموظفين.